السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه مزيانه؟ كلشي بخير. كنتمنى تكونوا مزيانين وصحتكم مزيانه ان شاء الله يا ربي. اليوم تحت طلب بزاف ديال الناس اللي طلبوا من عندي هاد بسبوسه بالتمر، كتجي صراحه غزاله وليده بزاف. قلت علاش لا ما نشاركش معكم الفيديو، وكنتمنى انها تعجبكم وتجربوها وتخليو لي رايكم في التعليق. عندي اول حاجه في المكونات 200 غرام ديال التمر اللي غادي نزيد عليه كاس الا ربع ديال الماء تكون سخونه طايبه مزيان. غادي نشدو هكا، غادي نبدا غير نمعسو شويه هكا بفرشيطه بحال اللي كتشوفوا في الفيديو، ومن بعد غادي نخليه باش يرطب ليا مزيان. وهنا البنات بحال اللي قلت لكم المكونات راها سهله بزاف. عندي هنا 2 ديال البيضات مع 4 كاس ديال السكر، عندي كاس ديال الحليب عادي مع كاس ديال الزيت، وعندي هنايا 4 كاس ديال نيدو الحليب مجفف، وعندي 2 كيسان ديال السميده رقيقه. غادي نكاس، انا كنعبر دائما بكاس ديال العنبه. عندي هنايا راس معلقه صغيره ديال القرفه، وعندي خماره ونص خماره ديال الحلوى، وتقدروا تستعملوا فاني. انا هنايا درت هاد انا هنايا درت زهره البرتقال عفوا. وهنايا عندي 200 غرام بحال اللي قلت لكم ديال التمر اللي درت ليه كاس لاروب ديال الماء سخون، خليته حتى يطلق مزيان واحد ربع ساعه بحال هكاك. عاد من بعد غادي نطلق، عاد من بعد غادي نطحنوا. هنا البنات عندي في واحد لو بول غادي ندير فيه 2 ديال البيضات، من بعد غادي نزيد ليهم 4 كاس ديال السكر، وغادي نبدا نخلط هاد المكونات هادو كاملين مزيان حتى غادي ينسجموا ليا مع بعضهم، وغادي يولي لي خليط ابيض تماما بحال اللي كتشوفوا في الفيديو. من بعد غادي نزيد ليهم كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب، وغادي نبقى اي مكون درتو نقدر انني نخلطو. وهنا غادي نزيد ليهم 4 كاس ديال الحليب ديال النيدو. غادي نخلط هاد المكونات هادو كاملين مزيان حتى غادي ينسجموا ليا مع بعضهم تماما، وعاد من بعد غادي نضيف ليهم المكونات الاخرى اللي بقات ليا. هنا البنات من بعد ما خلطت هاد المكونات كامله الاولى اللي درت، غادي نزيد ليهم ربع معلقه ديال القرفه حتى هي كتلعب دور كبير في هاد البسبوسه هادي وكتعطي واحد المذاق زوين بزاف. هنا غادي نزيد ليهم خماره ونص ديال الحلوى، ومن بعد غادي نعاود نخلط هاد المكونات كامله حتى غادي تنسجم ليا مع بعضها. هنا من بعد غادي نزيد ليهم واحد ساشي ديال زهره البرتقال، اولا تقدروا ديروا بحال اللي قلت لكم ساشي ديال فاني. انا فضلت زهره البرتقال، كيعجبني المذاق ديالها كيجي زوين بزاف. هنا البنات غادي نخلط المكونات كامله كالعاده، خاصها تخلط مزيان وتنسجم ليا مع بعضها. وعاد من بعد غادي نضيف لهم التمر اللي كنت طحنته. بالنسبه للتمر نعاود نقول لكم انني خاصني ندير عليه كاس لاروب ديال الماء سخون، 200 غرام في كاس لاروب ديال الماء سخون صافي. وغادي نخلطهم هكا مزيان حتى غادي ينسجموا ليا مع بعضهم. ومن بعد غادي نزيد ليهم 2 الكؤوس ديال السميده رقيقه. بالنسبه للسميده الرقيقه هنا بحال اللي كتشوفوا راه كنضيف كاس بكاس، وكنبقى نخلط هكا بالفوي مزيان حتى كتنسجم لي مع بعضها باش ما تحببش ليا. هنا من بعد ما درت الكاس الاول غادي نضيف الكاس الثاني، وغادي نبقى نستمر في التخليط ديالو مزيان حتى غادي تنسجم لي مع المكونات الاخرى اللي درت في الاول. وهنا البنات من بعد ما ساليت التخليط ديال الكيك ديالي، هذا هو المول اللي غادي نستعمل فيه انا البسبوسه ديالي. هذا المول هذا ديال بيم كنت شريته من عندهم شحال هادي، صراحه هذا المول كيعجبني، ندير فيه بزاف ديال الكيك. هنا دهنته بالزبده ورشيت عليه شويه ديال السميده. دابا غادي نجي باش غادي نخوي البسبوسه ديالي على المول. غادي نخويه في هاد الاثناء هادي غادي نكون انا مسخنه الفران قبل. كما تقدروا انكم ديروها في الثلاجه، انا كنت خليتها من بعد ما فجرتها في المول خليتها واحد شويه في الثلاجه بيد ما سخن ليا الفران. عاد دخلتها للفران اللي يكون سخون، غادي نقص ليه الحراره ديالو، غادي نخليها الفوق حتى غادي طيب. عاد من بعد غادي نهبطها باش تحمر ليا لتحت. وهنا البنات غادي نجي باش غادي نوجد معكم السيرو اللي غادي نسقي به هاد البسبوسه هادي. راكم عارفين البسبوسات كاملين ضروري خاصهم يتسقاو باش كيبقى لينا المذاق ديالهم زوين وما كيجيوش انهم ناشفين. عندي هنايا كاس ديال الماء مع معلقه كبيره ديال الزهر، عندي راس معلقه ديال القرفه صغيره مع 2 معالق كبار ديال السكر. غادي ناخذ هاد المكونات هادو كاملين غادي نديرهم فوق البوطه حتى غادي يغلاو ليا مزيان، وغادي نخويهم في البسبوسه اولا على البسبوسه ديالي مزيان. بعد ما غادي نخرجها من الفران
الفران. هنا البنات بحال اللي كتشوفوا البسبوسه ديالي راني خرجتها من الفران. يا البسبوسه تكون سخونه والخليط يكون بارد، اولا الخليط يكون بارد والبسبوسه تكون سخونه. يعني ضروري بحال هكا باش زعما يكون تجي معكم الكيك ديالكم ناجحه ولا البسبوسه ديالكم ناجحه. هنا غادي نحاول نسقيها مزيان حتى غادي نحس بها انها فزكات باش ما تبقاش ليا ناشفه. بالنسبه للبنات شوفوا انا دائما فاش كنبغي نسقي هكا شي حاجه شي كيك ولا هذا كنبدا نسقي الجوانب مزيان، حيت دائما الجوانب هو اللي كتكون فيهم المشكله، دائما هما اللي كيكونوا هكا كيجيو ناشفين. غنسقيها مزيان حتى غادي تشرب ليا مزيان هذاك السيرو اللي درت. عاد من بعد غادي ندوز باش غادي نحضر الطبقه تاع المهم هنايا البنات من بعد ما خرجت البسبوسه ديالي اولا من بعد ما سقيتها هنا البنات غادي نجي باش غادي نوجد معكم الصلصه اللي غادي ندير فيها. هاد الصلصه هذه البنات صراحه ساهله بزاف. كنتمنى انها تعجبكم وكنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه. هنا البنات بحال اللي كتشوفوا عندي 2 كيسان ديال الحليب، عندي معاهم 2 معالق كبار ديال الكاكاو و2 معالق ديال النشا، معلقه ديال الزبده و2 معالق كبار اولا معلقه ونص ديال السكر على حسب الكميه ديال العسل زعما الكميه اللي تبغوا ديروا ديال السكر. انا صراحه بعض المرات ما كندير السكر بزاف، كنفضل انني ندير هكا غير شويه. هنا البنات عندي في واحد كاسرونه درت فيها 2 كيسان ديال الحليب، غادي ندير معاهم 2 معالق ديال كبار ديال الكاكاو، وهنا غادي نزيد عليهم 2 معالق كبار ديال النشا، وغادي نزيد عليهم 2 معالق اولا معلقه ديال السكر. يعني بحال قلت لكم كتبقى على حسب الكميه اللي نتوما بغيتو ديروا ديال السكر. هنا البنات غادي نخلطهم للبارد هكا مزيان حتى غادي ينسجموا ليا مع بعضهم، ومن بعد غادي نديهم فوق البوطه حتى غادي يعقد. من بعد ما غيعقد ليا الخليط ديالي غادي نزيد عليه هنايا واحد معلقه ديال الزبده بحال اللي قلت لكم حتى حيدتهم فوق البوطه. عاد غادي نزيد واحد المعلقه ديال الزبده وغادي نخلطها هكا مزيان حتى غادي تذوب ليا في هذا الخليط هذا. ومن بعد ما غادي تذوب ليا الزبده مزيان في الخليط ديالي غادي نجي باش غادي نخويها على الكيك ديالي. وهنا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالي. وهنا باش زينتها درت فيها غير شويه ديال الكركاع من الجوانب حكيته مع التمر والكركاع بما انها هي فيها التمر، فبغيت نزينها بداكشي اللي صاوبتها به. بالنسبه للشكلاطه البنات راه حيت كنت درتها في الثلاجه وبحال بدات كتشد راسها هكا شويه وتشقات ليا، ولكن البنات مذاقا راها زوينه بزاف. كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تعجبكم وكنتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي رايكم في التعليق، ونتلاقاو فيديو قريب ان شاء الله. وكنتمنى اكيد حتى نتوما بدوركم تخليو لي شنو الوصفات اللي تبغيو نشارك معكم. دابا رمضان جاي اكيد انا راه موجده لكم وصفات وغادي نحط لكم ان شاء الله فيديوهات سواء في سواء انا في اليوتيوب او لا في انستغرام اللي غادي نخلي لكم حتى هو الصوره ديالو، تقدروا تدخلوا عندي الانستغرام مرحبا بكم، حتى هو كنشارك فيه بزاف الوصفات اللي كيكونوا زوينين. نتلاقاو فيديو قريب ان شاء الله. السلام عليكم.